أولئك القوم مع كثرة ما يستعملون من أمور يريدون بها أن يدعوا الناس إلى نصرانيتهم لم يفلحوا، ورأوا أن الإسلام يا جماعة مع قلة ما يستعمل ومع قلة الوسائل التي متاحة لنا إلا أن أكثر انتشارا، لذلك بدأوا يخرجون ما في قلوبهم. يقف الباب الأكبر بندكت هذا السادس عشر في محاضرة في ألمانيا قبل سنة ونصف، ويقول لهم على رؤوس الأشهاد و11 فضائية تنقل رسميا غير الفضائيات التجارية، يتكلم ويقول: وماذا قدم محمد للبشرية إلا السيف والدم. ما جعل ينطق بهذه الكلمة في محاضرة ما لها دخل بالأديان، يعني أقصد ليس لها دخل مباشر بالدين الإسلامي، يتكلم عن مواضيع أخرى، ومع ذلك يقفز ويقول هالكلمة ثم يعود إلى موضوعها الأصلي. إلا شيء في صدورهم يعني ما يصبرون أن يتكلموا عنه. لما لاحظوا انصراف الناس عن دينهم، كنت في ألمانيا في رمضان الماضي، فذكروا لي الإخوة هناك، جاءني واحد قال: يا شيخ نريد أن في الجدول تضع دار السلام في الجدول. قلت: إيش دار السلام؟ قال: يا شيخ مسجد قد حولناه من كنيسة إلى مسجد. قلت: كيف كان كنيسة وحولتوها مسجد؟ قال: نعم. ثم قال: يا شيخ الآن معروض 30 كنيسة معروضة للبيع، لأن ما في أحد يأتي يصلي. فقالوا: يا جماعة هذه صار لها مغلقة 15 سنة، هذه صار لها 20 سنة، عرضوها للبيع. قال: فاشتريناها، وهي حتى من الداخل تصلح للتحويل مسجد بسهولة، لأنها ليست غرف وكذا، مكان واسع. يقول: فمنهم من يشتريها يحولها سوبر ماركت، يحولها مستودع، يحولها مسجد. الشاهد ذهبت وصليت بهم، وكانت ثاني صلاة تصلى في هذه الكنيسة. ثم حدثوني عن أحد القساوسة هناك حاول أن يستخرج من الحكومة نظاما يمنع تمكين للإسلام، يعني لا تدخلوا مشايخ إلى البلد، لا تعطونهم فيز، حاولوا التضييق على المسلمين. فلما لم يستجيبوا له صعد على منارة إحدى الكنائس وصب على نفسه الوقود وأحرق نفسه وسقط. فألقيت محاضرة للألمان هناك، جئت إلى مسجد من ضمن البرنامج، مسجد اسمه مسجد النور في برلين، فطلب مني الإخوة محاضرة لعدد من الألمان، ونزلوا الإعلانات للألمان باللغة الألمانية، وهناك مترجم يترجم لهم. الأخ عبد العظيم مغربي لكن جنسيته ألماني، وصار لسنوات يعني في البلد، متزوج ألمانية في لغته قوية. بدأت أتكلم محاضرة ساعتين العصر كاملا، فتكلمت نصف ساعة، ثم جعلت ساعة ونصف في الأخير للأسئلة، لأن الأسئلة أحيانا أهم من الكلام اللي أقوله، ربما عندهم أمور أنا ما تطرقت لها. بدأوا يسألون. لاحظت أثناء المحاضرة في شخص دخل من آخر المسجد وأخذ يتخطى الرقاب حتى جاء وجلس بين الطاولة والصف الأول، حتى مكانه غير مألوف، مثل لو واحد دخل وجاب كرسي وجلس هنا قدام. قالوا: خير إن شاء الله يا أخي، احنا جايين قبلك. جاء هذا وجلس كذا قدامي. المهم استغربت من مكانه، خاصة المكان كان ضيق. ألقيت المحاضرة، فلما بقي قرابة 10 دقائق على الأذان قلت لهم: طيب يا جماعة أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، والآن جزاكم الله خير انصرفوا، يعني أقصد المسلمين طبعا، وأنا ما أدري يمكن من بينهم غير مسلمين، لكن تعرف أشكالهم واحدة في الغالب. قلت: انصرفوا الآن تفضلوا إلى الإفطار، يعني اذهبوا إلى بيوتكم. فهذا رفع يده. قلت له: آسف ما في أسئلة، خلاص ما بقي إلا 10 دقائق على أذان المغرب. ظنيت أنه مسلم بيسأل سؤال عن الصلاة ولا الصيام. قلت: آسف ما في وقت. قال: أنا ما عندي سؤال. قلت: إذا ماذا عندك؟ قال: أنا مسيحي جئت أبحث عن الإسلام. قلت: الله أكبر، تعال يا شيخ، قم تعال اجلس جنبي هنا، أنت لو نجمع المغرب على العشاء ما مشكلة، تعال بس بتسلم، تعال. وجلسة صار المترجم بيني وبينه وجلس. طبعا أنا حرصت جلسة حتى يطلع في الكاميرا أيضا، وشلت الميكروفون ووضعته عنده حتى يصور، وفعلا صور هذا كله. فقلت له: أنت من أين؟ قال: أنا من إيطاليا وساكن في ألمانيا. قلت: عجيب، إيطاليا يعني من أشد الدول تمسكا بالدين النصراني، باعتبار أن الفاتيكان والبابا وكلها في إيطاليا، فعجيب أنك يعني تأتي تبحث عن دين آخر. قال: أنا غير مقتنع بالنصرانية لسببين. قلت: ما هما؟ قال: السبب الأول أني أشعر أن النصارى يعبدون أصنام، لأني أدخل الكنيسة أرى صور أمامي وأصنام كلها أمامي، أحس أني أعبد أصنام. قلت: طيب والثاني؟ قال: حتى لما أعبد الله ما أحس أني أوجه الكلام لله فوق، أحس أني أكلم أصنام. قلت: طيب والثاني؟
قال السبب الثاني أن القساوسة عندنا هم أكثر الناس أموالا. يقول يجمعون منا المال، يقولون نحن سوف نبني به كنائس وندعو به النصرانية، وهم في الحقيقة يا شيخ يشترون أراضي وعقارات لأنفسهم. طبعا مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ماذا يفعلون؟ ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لما قال هالكلمة تذكرت قصة ذكرها لي أحد الإخوة المهتمين بهالموضوع. يقول مرة إحدى الكنائس صار عندهم يعني قلة الميزانية، فضاقت صدورهم، ما يتبرعوا التجار، نتصل عليهم: تعال نعطيك صك غفران، تعال نعمدك، تعال نأكلك من خبز المسيح، تعال نشربك من دم. ما أحد يأتي، ما في تبرعات عندنا، لابد يا جماعة تدبرون الوضع، ما نبغى فلوس. فأخذوا يفكرون. اقترح واحد عليهم، واحد من القساوسة، قال: أنا عندي اقتراح. قالوا: إيش؟ قال: إيش رأيكم نبيع أراضي في الجنة؟ قالوا: ها؟ قال: نعم، نعمل مخططات ونبيع أراضي في الجنة. قالوا: بع أراضي في الجنة. وبدأوا يحطون المخططات ويضعونه، وهذا على الربوة، وهذا تحت، وهذا عند جنة عدن، وهذا عند النهر العسل، وهذا مدري إيش، وهذه أرض 1000 متر، وهذه 400، وهذه شارعين، وهذه شارع، وشغل نظيف. ونزلوا الإعلانات، وبدأ الناس المساكين يأتون ويشترون الأراضي، ويشترون، كل واحد طالع بالصك فرحان، خلاص صار عندي أرض في الجنة. فمر واحد من التجار، تاجر كبير، ورأى زحام عند الكنيسة. قال لهم: يا جماعة هذول إيش عندهم؟ قالوا: والله هذا يبيعون أراضي في الجنة. قال: إيش اللي يبيعون؟ هذا الجنة تبع رب العالمين، إيش اللي يبيعون أراضي؟ قال: والله هم الآن يبيعون أراضي في الجنة. قال: طيب كم؟ قالوا: والله الأراضي كذا وكذا. أنت أكيد بيعملون لك تخفيضات لأنك أنت رجل يعني تاجر وعلاقات. قال: طيب خلوني أدخل. فدخل. لما دخل جلس مع المجموعة، قال: إيش عندكم؟ قالوا: يا مرحبا، حياك الله، تفضل. وطلبوا له شاي. قالوا: لا، أنت عندنا مخططات خاصة لكبار الشخصيات VIP، وينزلوا المخططات. قال لهم: لا، أنا ما أبغى أشتري أرض في الجنة. قالوا: إذا لماذا أتيت؟ قال: أنا أريد أني أشتري النار. قالوا: ليش؟ قال: كذا، أبغى أشتري النار. تبيعون النار؟ قالوا: نبيع جدها يا شيخ، ما هي فرقت، ما هي المسألة كلها لعب في لعب يعني. قالوا: نبيع النار. تفضلوا. ياخذون له ورقة ويكتبون له الصك: النار تبع فلان. قال: خلاص. قالوا: خلاص. قال: تفضلوا، هذا الشيك في أمان الله، النار تبعي. قالوا: تبعك. طلع يا جماعة وشاف الناس مساكين، كل واحد اللي موقف شوية فلوس، واللي معاه شيك، واللي بيشترون أراضي في الجنة. طلع ومسك الورقة ووقف، قال: يا ناس، ما يحتاج تشترون أراضي في الجنة، لأني شريت النار وما بدخل أحد. خلاص، فالنار تبعي، ما راح أدخل أحد. فخرب عليهم اللي داخل. فالمقصود أن هذا الرجل يقول لي: يا شيخ، أنا أحس أنهم يأخذون فلوسنا. قلت: طيب أنا أسألك سؤال. قال: نعم. قلت: هل سبق أن سمعت كلاما عربيا؟ قال: نو، لا. قلت: أبدا؟ قال: لا. قلت: يعني لو أتكلم الآن عربي أو هندي أو صيني أو كذا ما تعرف تفرق؟ قال: لا، أنا أعرف أفرق بين إنجليزي، ألماني، إيطالي، بعض اللغات، أما العربي، بنغالي، هندي، هذه أنا ما أعرفها. قلت: ممتاز، أنا سأعطيك جملتين بالعربي، اكتشف لي الفرق بينهما. قال لي: تفضل. قلت: اسمع جيدا. قال: طيب يلا سأسمع، طبعا عن طريق المترجم. قلت: الجملة الأولى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت: هذه الجملة الأولى، سمعت؟ قال: سمعت. قلت: خذ الجملة الثانية. قال: نعم. فقلت: ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانه ثم دخل إلى بيته وارتاح. طبعا الكلام من عندي، ما هو قرآن، حتى عشان ما تقولون زي مسيلمة قد ألف.
لا هذا كلام من عندي لكن من باب الاختبار. قلت له هل اكتشفت فرقا بين الكلامين؟ قال نعم. قلت فهمت شيئا؟ قال ما فهمت شيء. قلت ما دام ما فهمت شيء كيف عرفت ان في فرق؟ قال عرفته بقلبي. قلت كيف؟ قال أشعر الكلام الأول كلام رباني يدخل في قلبي وينفضه نفض. قلت والكلام الثاني؟ قال الكلام الثاني عادي، يمكن أغنية يمكن مدري إيش، لكن الكلام الأول كلام رباني يختلف عن الكلام الثاني. قلت الكلام الأول هذا كلام الله اللي خلقك وسواك وعدلك وصور، واللي المفروض أنك تعبده وحده لا شريك له. أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ترجمها له بالألماني وقالها باللغة الألمانية وكبر الناس وفرحوا. عندها اتصلوا مباشرة النساء اللي فوق الدور الثاني، قالوا عندنا 4 ألمانيات الآن يشاهدونكم يبغون يسلمون. طلع لهم الأخ عبد العظيم وصعد يقول لي لقنتهم الشهادة يا شيخ 4 مدرسات دعوهن بعض الطالبات، قالوا عندنا اليوم محاضرة يا أبلة تعالي، فجاءوا معهم. يقول فعلى طول أول ما أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله التفتت قالت أعطوني حجاب أعطوني حجاب. شوف يا أخي حرصها سبحان الله، وهي ألمانية الآن أسلمت، ما قالت لا فكني أنا بسلم، الحجاب شرط للدخول في الإسلام. قالوا لا ليس شرطا. قالت قاصدا بلاش حجاب، لا شوف التعظيم للدين أعطوني حجاب. نزل عبد العظيم وإحنا بدينا نصلي المغرب، أنا تأخرت أنا في النقاش مع ذاك الرجل، تأخرنا أصلا حتى في الإفطار. فلما نزل فإذا في شاب ألماني عمره يمكن 20 سنة واقف في آخر المسجد ينظر إلى الناس وهم يصلون. دخل فلما رآه قال له صلي. قال أنا مسيحي كيف أصلي؟ قال صلي حتى لو كنت مسيحي بس. وجاء ووقف وأخذ يركع ويسجد. لما انتهى قال له بماذا شعرت؟ قال شعرت براحة عظيمة. قال هو هذا اللي خلقك الله له، الآن قم أعلن إسلامك. قام يا جماعة وأعلن إسلامه. فلما يعني صلينا المغرب وانتهينا وجلست قلت يا عبد العظيم 6 في يوم واحد معقول؟ قال عادي يا شيخ. قلت كيف عادي يا أخي 6 في يوم واحد؟ قال يا شيخ هذا رقم عادي في إقبالهم على الإسلام. قلت كيف؟ قال يا شيخ يسلم على يدي وأنا شخص واحد، يسلم على يدي شهريا وأنا شخص واحد، لست متفرغا للدعوة أيضا. في ناس في غيري في برلين وناس في آخر وناس في بون وناس في فرانكفورت. يقول يسلم على يدي أنا شخصيا شهريا من 13 إلى 15 شخص ألماني. يقول وغيري يسلم على يده أعداد. ثم لما قال لي هالكلام قلت إيه لكن ترى اللي يدخل في الإسلام بسرعة يطلع منها بسرعة. تحمس كلمتين قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بكرة بيرتد. قال لي لا أنت ما تدري. قلت كيف؟ قال يا شيخ هؤلاء الذين يسلمون عندهم مباشرة جمعية لمتابعتهم، هذه الجمعية القائم عليها إخوة ألمان مسلمون، فهم سمنهم في دقيقهم يعني عارفين البعض. مباشرة مسلم ألماني يمسكها ألمان مسلمون ويشتغلون فيه، يعلمونه الإسلام ويكونون علاقات ويزوجون ألمانية مسلمة، وبالتالي سبحان الله يثبتون على هذا الدين. فذهبت أنا وطالعت في الإنترنت بعض المواقع الرسمية الدنماركية لأنظر فعلا هل هم يؤكدون ذلك. فاطلعت على أحد المواقع أو أحد الإخوة اطلع عليه وأرسل لي رسالة بالكلام لأني ما أعرف ألماني، فأرسل إلي الترجمة. الحكومة الألمانية نشرت أن عدد الألمان الذين دخلوا في الإسلام عام 2006، لاحظ هذا نشرته الحكومة، يعني أسلموا رسمي، اللي كان اسمه جاك وجون ومايك وجاء وغير اسمه أحمد وعبد الله ومحمد. أما اللي أسلم عبر إنترنت وغير اسمه بينه وبين نفسه وانتهينا، أو حتى لو ما غير اسمه ما عدوه. إذن الرقم الذي سأذكره هم اللي أسلموا رسميا، جاءوا وأعلن إسلامه رسمي. عدد الذين أسلموا رسميا عام 2006 4000. هذا أنا أجزم أضرب العدد في 2 أو 3، لأن ليست يعني ال6 اللي جاءوا الآن وأسلموا عندنا في المسجد. تتوقع بكرة الصبح كلهم بيذهبون يقولون يا حكومة احنا أسلمنا؟ ما له داعي، والحكومة لا تطالبهم بهذا، وهم ما عندهم في الجواز أو في البطاقة ما عندهم الديانة مسلم ولا غير مسلم، فما فرقت معاه أنه يعني يذهب الحكومة أو ما يذهب. المقصود من هذا أنهم لما رأوا هذا التوسع فعلا بدأوا يرفعون لافتات أوقفوا زحف الإسلام في أوروبا، وبدأوا يا جماعة ينشرون صورا للنبي عليه الصلاة والسلام لتنفير الناس عنه. فبدأ الناس